الجبل وكيهرب منه كلشي. دوز المعطي سنين في هذا الخير، ولكن ملي حس باللي الاجل ديالو قرب عيط لولدو الصغير: مبارك وصاه اولدي، هاد الارض راه ماشي ديالي بوحدي، فيها جيران ما كيتشافوا، امانتهم هي الصدق. النهار اللي تولي تشوف هاد الارض غير فلوس وطمع غتولي تراب وحجر. ملي مات الحاج المعطي قالوا الناس باللي بير بكى بيد الوفاه ديالو. سمعوا سكان الدوار صوت نواح خفي جاي من غرق البير، ولما ليلتها طلع حتى فاض وسقى القبر ديال المعطي بوحدو. ومن تماك نبتاتو واحد الشجره ديال السدر خضرا العام كامل كيسميوها الناس حتى اليوم سدرة المعطي. من ورا ما مات الحاج المعطي تولى ولدو مبارك شغل فدان. بما انه كبر، مبارك كان شاب قاري وعقلو عصري شويه، كان كيشوف وصيت با مجرد خرافات ديال الناس زمان، هو كيبغي الحساب والارقام والربح السريع. الايام الاولى مبارك كمل على نهج باه غير حشمه من الناس، كانت المعاونه الخفيه مازال خدامه، الارض كتحرث بوحدها والماء موجود، ولكن الطمع بدا كيدخل لقلبه. قال مع راسو: علاش هاد الزرع كامل كيمشي صدقه، وعلاش هاد البير كيشربوا منه الناس فابور؟ انا خاصني نرد هاد الضيعه، مشروع كبير. واحد النهار